قوات مسلحة، مستنفرين، مقاومة شعبية، إدارات أهلية، قيادة، غيادة، خرطوم، هيئة عمليات، اللبيب، كباشة، سرعات، برهان. السلام عليكم، كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. سيد الوالي ولاية الخرطوم، السادة الولاة، جيشنا قدام في المناقل، هناك في الدندر، هناك النيل الأزرق، هجانا مريش في اللبيد. السلام عليكم تبا، كيف مسيتوا؟ إن شاء الله طيبين يا أخي، منتصرين بكم والله، ومتفائلين بكم خير إن شاء الله. عمل الخاص في السودان كله. السلام عليكم. هناك سان عبد الماجد، ويس كيف أخباركم؟ سيد الظافر كيف الأخبار؟ إن شاء الله بخير. قادة الألوية وقادة الفرق، السلام عليكم. هناك الفرقة التاسعة والفرقة الثالثة، السلام عليكم. هناك الناس الشغالين بالليل وبالنهار في شرق النيل، حطاب، الكدر والإشارة، محمد عوض، إن شاء الله أنت طيب. ود العوض إن شاء الله بخير يا أخي، طمنا عليك إن شاء الله بخير. كل الحضور الكريم في اللايف وبرا اللايف، إن شاء الله أنتم كويسين. الدعامة أخباركم شنو؟ غحاتا فنزاتي، غحاتا روسيتي، الكباشي، النظام السابق. الله يا الله، الحرب دايته والله شغل عجيب. ان شاء الله انتم بخير يا اخي، كيف احوالكم؟ ان شاء الله طيبين. وما زالت معركة الكرامة. الليلة انتم شفتوا الحاصل في الهجانة، واحنا الهجانة بنتكلم عن انتصاراتهم وتوفيق الله عز وجل لهم، وناس حامين ارثهم وبيتعاملوا بمسؤولية. يعني الهجانة الفردي فيهم بيتعامل بمسؤولية انه هو اساس القوات المسلحة واساس المؤسسة. والهجانة ما بينسوا تاريخهم في القتال، ويعني يتوارثوا المجد جيلا عن جيل. ولما جاء فيه هنا الاختبار والامتحان، الهجانة حتورث الأجيال الجاية في القوات المسلحة فخر واعتزاز، وحتورثهم انتصارات، وحتورثهم تاريخ. فإحنا كلنا باسم القوات المسلحة أولا، واسم الأجهزة الأمنية ثانيا، وقوات الشرطة، وكل المستنفرين، والقوات المشتركة، وقوات الكفاح، بنحيي الهجانة في النيل الأزرق، وبنحييهم في الدلنج، وبنحييهم في الأبيض الفرقة الخامسة، وبورونا القتال بمسؤولية. وإحنا الهجانة ما بنتكلم عن الانتصارات، بنتكلم عن الأساس، بنتكلم عن الفكرة اللي بتخليهم هم ينتصروا كيف ويصمدوا كيف. ده الدارين نشوفه، ده الدارين نتعلمه. احنا الهجانة بنخدهم كل يوم، بيقدموا لنا درس لنا كمواطنين وللقوات المسلحة. وتحية لمواطن شمال كردفان، وتحية لمواطن الأبيض، الصمد والصبر على الحصار، والصمد والصبر على التدوين، والصمد والصبر على الاستهداف، وما انكسرت عزيمتهم. وكل يوم والتاني هم بيقدموا انتصار وبيقدموا تضحية، فربنا يتقبل منهم اجمعين. تحية لهم باسم القوات المسلحة واسم الشعب السوداني واسمي انا ذاتي، سيد الاسم يا تحية للمدرعات، وتحية للمدفعية اللي بتقدم في عمل كبير جدا. تحية لنسور الجو، الليلة اشتغلوا شغل ممتاز جدا وكبير وفي محاور متعددة. أنا ما قاعد أركز على يعني أتكلم عن إنجازات القوات المسلحة كتير يعني، والموقف العملياتي. بيكون عندي كلام بجي بقوله يعني في حاجات معينة. يعني أنا الكلام اللي بقوله ده هو اللي بيربط الحاجات. أنا بس داير الحياة تتربط مع بعض، ده هدفي، وإنه في النهاية إحنا نلقى نتيجة. يعني إحنا بنجتهد لحد المرحلة ما قبل الأخيرة. بتحصل حاجة بتشتت الجهود بتاعتنا، وبتحصل حاجة بترجعنا النقطة ألف، إحنا بنصل النقطة باء، فقاعدين نصل النقطة ألف نرجع تاني ورا. الحاجة دي ده موضوعي أصلا، يعني في تركاية أنا بس شغلتي ألقاها. أول من نلقاها بإذن الله إحنا المشكلة بتاعتنا بتتحل. أنا اللي بتكلم ده
مطمئن وواثق من الانتصار، لأنه أنا قاعد أشوف في مشاكل قاعد تحل وفي عوائق قدامنا قاعدين نقدر نتجاوزها، فعشان كده أنا واثق بإذن الله من الانتصار، ما بتكلم سيء. وتحية للمواطنين الصامدين في بحري وشرق النيل، ما قاعدين ننساهم، وبنقول لهم تحرير بحري، والناس مجتهدة فيه وماشية خطوات كبيرة. طيب نرجع، الناس تركز معي كويس. الشباب اللي بتلاقوا في اللايف ديل نديهم مهلة يسلموا على بعض وكده يعني، لما نخلص ودونا يقول لنا عشان نتكلم يعني. خلصتوا ديل انا حاعمل لهم لايف تاني براهم يجي بس يسلموا كده، اخبارك وين منور بنورك. طيب ركزوا معي، انا داير اقول كلام داير الناس تقف معي فيه. يعني انا بعد ما اخلص اللايف في تعليقات بتجيني او ملاحظات مقدرة وفي محل احترام طبعا، بيقول لي يا صرف يا اخي انت عارف المشكلة وين وعارف الحل وين، لكن ما قاعد تتكلم فيه. المشكلة وين والحل وين؟ طيب يعني انا في شنو ما قاعد اتكلم فيه يعني في شنو انا ما قاعد اتكلم فيه تحديدا؟ يعني كلام للقادة، كلام للمستنفرين، كلام للمقاومة. لو ما انا واثق في المقاومة وفي الاستنفار في جيشنا في الشارع، يعني ما قاعد اخصهم بالكلام، ولا كنت بسعى في انها هي تتكون الحاجات دي اصلا. يعني الحلول اللي انتوا بتحلموا بيها دي بدون ادوات ما ممكن تعملها. والجهة اللي احنا بنحارب فيها ما جهة هينة، الجهة اللي احنا بنحارب فيها دي هدفها انها تسيطر على السودان. لو ما سيطرت على السودان انتوا عارفين حيحصل لها شنو؟ حتزول. الجهة دي منو؟ الجهة دي منظمات، الجهة دي دول، الجهة دي خونة في الداخل، الجهة دي طوابير في القوات المسلحة. لو ما انتصروا هم حينتهوا. يعني أسب المنطق كده، احنا انتصرنا وحررنا الخرطوم وحررنا دارفور، تشاد دي حنخليها بأمانة كده يعني، كلام بتاع اخوان. احنا حنخلي حاجاتنا في تشاد، حنخلي بناتنا في تشاد، حنخلي ثرواتنا في تشاد. بسألكم بجد يعني، لو احنا انتصرنا وأمنا القضارف والشرق وتوحدت كسلة وبورسودان والفاو والقضارف ودخلنا نظفنا المناطق دي كلها الجهة الشرقية، هل حنخلي اثيوبيا؟ الخرطوم الليلة انتوا في ناس عندهم موظفين شغالين معهم في اعمال مختلفة يتبعون الى الجالية الاثيوبية. الناس دي قاعدين في الخرطوم حسي تعدادهم كده ما بيقلوا من 13 14 ألف. ليه ما مرقوا من الخرطوم في نص الحرب دي؟ طلعوا هم خلايا نايمة، طلعوا كانوا منتظرين الحاجة دي من عشرات السنين بيعدوا لها. معاكم في البيوت، في المطاعم، في المؤسسات، ما مرقوا بالمناسبة. بعد احنا ما ننظف الخرطوم دي وننظف بحري وننظف كافوري وننظف شرق النيل وننظف الحاج يوسف، حنقعد نتفرج في اثيوبيا ولا عندنا معاك راي تاني؟ مسألة انه اثيوبيا كل سنة تعمل لنا يا حرق يا غرق، تفتح لنا بوابات السد تغرقنا، السنة اللي بعديها تقفل لنا بوابات السد زراعتنا تموت. هل حنسمح باثيوبيا تتحكم فينا؟ لا طبعا. المنظمات الحسي بتعمل في تقارير مضللة، احنا كمواطنين حنسمع تاني بعثة الامم المتحدة يكون عندها مغر في شارع المطار؟ يجينا المبعوث الاممي فوكلر يكون حايم بالعربات اليو ان يفتحوا للشارع؟ حنسمح بحاجة زي دي؟ حنسمح الاحزاب الباعت وخانت دي مقرات وندور؟ هسي الليلة دي احنا بتسمعوا فيديوهات من الميدان بيقول لك لا حرية وتغيير، لا احزاب، لا حزب يدقها في السودان، لكن شفتونا اعتدينا على مقراتهم؟ لا. شفتونا اعتدينا على بيوتهم؟ لا. بعد البلد دي ما ترجع والناس ترجع الخرطوم وترجع ام درمان، مقرات الاحزاب دي بتقعد؟ كوادر الاحزاب دي اللي بيقعدوا؟ عشان كده الليله هم بيعملوا في تقارير، وعشان كده الليله بيدينوا في القوات المسلحه، وعشان كده الليله بيجيبوا في الاغاثه
انتوا كلكم فاهمين. انا ما محتاج اطلع كل يوم اتكلم عن انه الاغاثه دي جواها سلاح. ده موضوع منتهي. الناس اللي بيقاتلوا باقصى ما عندهم. الله عز وجل بشرنا، قال لنا كيد الشيطان كان ضعيف. الشيطان ده واقف مع القوات المسلحه ولا الدعم السريع؟ الشيطان واقف مع منه؟ لا، لانكم انتوا موالين للقوات المسلحه وعشان كده ما محايدين. يمكن الشيطان يكون واقف مع الجيش. ما هو الكلام ما تبلي، الكلام دليله مستند. الكلام دليله مستند. بتعمل شنو في بيت المواطن؟ هل في المنطق هسه احنا وافقنا والمسعى بتاع الحريه والتغيير وبتاع التقدم انهم يجيبوا لنا اغاثه واكل وشراب، احنا موافقين. دار تغيث زول هو ما قاعد في بيته؟ دار تعالج زول يا خالد السلك وهو ما قاعد في بيته؟ لما نقول لهم انتم مدانين يقول لنا والله احنا لو ادينا الامارات او ادينا الدعم السريع ده تحصيل حاصل. لا لا، ما تحصيل حاصل. لانه انت اول امبارح كنتوا بتتكلموا عن انه القوات الامنيه اغتالت مواطن في كسله وقومتوا العالم وما نزلتوا. ثاني يوم منها يظهر ناشط تابع للهلال الاحمر السوداني حاضر اغتيل داخل مقرات تعذيب الدعم السريع. الحريه والتغيير بيعرفوا الناشط ده وبيعرفوه كويس، ربنا يتقبله ان شاء الله. بيعرفوه كويس، ناشط في العمل الطوعي، اعتقلته قوات الدعم السريع. اول امبارح طلعوا صوره انه الدعم السريع اغتالوا داخل معتقلاته. هل خالد سلك كتب منشور؟ هل ابراهيم المرغني يتكلم عن الحاجه دي؟ لانها ما بتخدم خطه. احنا قلنا لهم خلاص موافقين، وقفوها الحرب دي بطريقتكم، ورونا رؤيتكم حنعمل شنو للدعم السريع كده، وقفوها حسي انتوا. ما هو احنا ما في يدنا، لكن كلموا جيشكم ده يوقفها. هو جيشنا طلع لك من سنجة، جيشنا طلع لك من نياله، جيشنا طلع لك من الضعين. انت كيف بتحكم تقول لي يا اخي خلي الجيش يوقفها؟ انتوا دعاة الحرب. كيف دعاة الحرب وانا انسحبت لك من سنجة؟ كيف دعاة حرب وانا انسحبت لك من مدني؟ هم شايفين الحق، لكن ربنا سبحانه وتعالى قفل على عقولهم. ليه ربنا سبحانه وتعالى يميت في اعمار الظلمه؟ عشان احنا الكويسين دول نتعلم، بنعرف روحنا كويسين كيف، لانه احنا ما معاهم. ما بنقول في تضليل وضلال. بيطلعوا في منصات التيك توك بيقول لك ما تردوا علينا هنا قاع مدينه، الوحده تلقاها مبشع بيها تتكلم تقول انا حرد على فلان اللي بيجيب سيرتي، انا عندي فضايحكم، انا احتار في قوه العين. الزول افلام دعاره قابضينه بيها، تسريبات مشينه قابضينه، فضايح قابضينه. بعد ده كله الواحد فيهم بقوه العين. شوف الشيطان عينه قويه كيف. ويطلعوا يردوا لك يقول لكم انتوا اللي بتتكلموا معانا في الميديا ما تنزلوا الميدان كالرجال. لو انت لاقيناك في الميدان احنا عشان نرد عليك، ولا لاقيناك وين؟ احنا لاقيناك في الميديا نرد عليك في الميديا. في الميدان عندنا الرجال اللي بيردوا في الميدان. لما تجي انت او انت في الميدان بنرد عليك الوقت ده. انت قاعد وين حسب تتفاصح في القوات المسلحه؟ قاعد وين؟ قاعد في تيك توك. نرد عليك في تيك توك. لقيناك وين؟ احنا لقيناك في بحري، احنا لقيناك في السامراب، احنا لقيناك في كرري، ما لقيناك في تيك توك تتفاصحوا وتطولوا في لسانكم. اول من الناس يردوا عليكم تقول لهم انتوا كالرجال ما تنزلوا الميدان. لا لا، ما رجال وما بينزلوا الميدان. لقوك وين؟ في الميديا. يردوا عليك في الميديا. في الميدان ده في الرجال اللي بيردوا. انت جيت الميدان؟ لا. طب اسكت. دعاة الحرب واحنا دعاة السلام. انتوا بتمثلوا اسوأ غيم ربنا سبحانه وتعالى خلقها. ما في زول منتمي للميليشيا دي، ما في زول مدني، ما في زول محزب، ما في زول ناشط طوعي. لازم تلقاه مضروب في الساس بتاعه. لا يمكن انه يكون نموذج اسري، ولا يمكن انه يكون نموذج اجتماعي خالص. مستحيل. يقول لكم انتوا قاعدين برا تتفاصحوا كالرجال، هسه ما تمشوا تنزلوا تشيلوا كلاشاتكم مع جيش. ما بننزل وما بنشيل كلاشاتنا مع جيشنا. لقيناك وين انت؟ في تيك توك. نرد عليك في تيك توك. ردوا عليهم في تيك توك. لقيتوا وين؟ في الفيسبوك. ترد عليه في الفيسبوك. لقيته وين انت؟ لقيته في الواتساب. ترد عليه في الواتساب. لما انت تبقى راجل تنزل تلف كدمولك عديل تدعم ميليشيتك دي علني، بنرد عليك في الوقت ده. بتلقى الرجال قاعدين في الميدان. الموضوع ده ما صعب. الموضوع ده ما صعب. تتفاصحوا يا مغتربين، ما عاملين فيها مع جيشكم. ما هو ده الشعب السوداني استنفر في الداخل. انتوا قال لك احنا محتاجين للمغتربين؟
ما استنفرنا في الداخل. قلت شنو عن الاستنفار؟ خالد سلك قال شنو عن الاستنفار؟ وصف المواطن بانه ارهابي. تسابيح قال شنو عن المستنفرين؟ ما هو ديل المواطنين شالوا سلاحهم ومشوا يدافعوا عن بلدهم ويدافعوا عن اعراضهم، وصفتون انهم ارهابيين وانهم فلول وانهم مغرر بهم وانهم ما بيفهموا. يا تو منطق في الدنيا دي بيسمح لزول اجنبي اثبتنا لك انه تشادي وافريقي جاي من كاميرون مرتزقه بشهاده العالم، يجي داخل لك في بيتك يسرق بنتك ويغتصبها ويصورها، يقول انا اجي اشيل كلاش ادافع عن نفسي، تقول لي انت ارهابي؟ ده يا تو منطق ده. خالد سلك سايق في الخط. جعفر حسن بيبرئ في نفسه اليومين اللي فاتوا ديل، طلعوا بيقولوا لنا انه الكلام اللي بيتقال عن الحريه والتغيير تلفيق وكذب. قلنا لهم كلامكم صح، احنا قاعدين نكذب عليكم ما في مشكله. رايك شنو ما تعمل الحاجه اللي احنا بنطالب بها جعفر تعال غود لنا المقاومه. طيب يا جعفر اتكلم مع الدعم السريع يوقف في نشاطه ده، قول له ما تخش الغرة، اطلع سوق خط يا جعفر انت وخالد ومعاكم الناس دعاة السلام ديل فنانين، يعني فنانين قاع مدينه. اول حاجه كان في التمثيل، كان في الاصوات، والواحد حاجه دارين يعملوا اللي يروحوا انهم يغطوا خيابة وقصور وعدم وطنية، وانهم كانوا بغنوا وبيرقصوا للقروش. بتطاولوا على فنانين واقفين مع القوات المسلحة، بتطاولوا على اعلاميين واقفين مع القوات المسلحة، بتطاولوا على صحفيين واقفين مع القوات المسلحة بحجة انه انا بدعو للسلام. جبتها من وين انت تدعو للسلام دي؟ مستندك فيها شنو؟ منو قال لك ادعو للسلام؟ الله عز وجل؟ فوكلر؟ كبيركم من انتوا اللي قال لكم ندعو للسلام في ظروف زي دي؟ يا اخوان احنا متعرضين لغزو. طيب انتوا لو كنتوا حاكمين الدوله دي يا جعفر حسن والقوات الاثيوبيه دخلت الفشقه، كنت حتقول للجيش بتاعك ده ما تخش ما تحارب؟ حمدوك انت لو احنا تعرضنا لغزو خارجي كنت حتسلمون الفشقه؟ كنت حتسلمون كوستي؟ كنت حتسلمون دارفور؟ ولا كنت حتقول للقوات المسلحه تجيف؟ الاجابه انه جعفر حسن في سنه 21 قاد اكبر قافله لدعم القوات المسلحه مشت الفشقه، لانه الجيش استعاد الفشقه الكبرى. ده جعفر حسن الحسي بيقول لنا خدوا سلاحكم نتكتفوا، واحنا والله ما قلنا واحنا ما دعينا. الكلام اللي انا بقول فيه ده كله يصب في حته الوعي. الناس تكون واعيه وعارفه يا اخواننا. العاوز يجيب الميليشيا باتفاق والعاوز يجيب الميليشيا بسلام، دار اقول لكم حاجه. شفتوا الفيديو بتاع الطفله اللي عمرها 10 سنه اللي بيدقوا فيها الدعامه؟ شفتوه؟ انا دارك تديني ضمانات انه لما انا اقعد مع الدعامي ده واشاركه في السلطه ما حيعمل كده لولدك. دارك تجيب ضمان لولدك وانك انت ترجع السودان. انا داير الحريه والتغيير اللي بتدعو للايقاف الحرب دي تجي تقعد في منطقه في السودان تختار بطريقتها وتدعو للسلام من السودان. دايرين يشوفوا انه الميليشيا دي ممكن تدخل بيتك رغم انك انت موالي ليها. الليله ناشطين الحريه الدعم السريع بتباكوا بيقول لك الليله بيتنا نهبوه، طلع لهم ود الفرنسيه داك، طلع الثاني اللي قاعد في مدني بيتي وتعبي وشق سنيني واخواننا في الدعم السريع سرقوني. شوف ديل بيعملوا شنو؟ الليله عندهم تصفيات بتاعت قاده بيوزن ابو اهلك يا خالد سلك، قاعدين يصفون الدعامه في الميدان. انا دايرك تيجي تقول لي يا اخي سلام مع الناس ديل وانت قاعد في الميدان، دايرك تقول لي في سلام مع الناس ديل وتجيب مرتك وبنتك وولدك وتقعد في نص الناس في فداسي. قول الكلام ده. دايرك تديني ضمانات من الميدان يا ياسر عرمان. حمدوك دايرك تيجي تقعد في مناطق التماس في شمال كردفان في الدبيبه هناك مع اهلك وقول الكلام ده. ودونا ضمانات انه الناس ديل احنا حنقعد معاهم وحنحافظ على البلد وحنحافظ على حقوقنا. دايرك تديني منطق واحد يخلي الدعامه عندهم مناطق سيطره يمشوا لمنطقه اسمها الفاشر، ما عندهم فيها وجود، ما عندهم فيها حواكير، ما عندهم فيها ارض، ما عندهم فيها ثروه، ليه ماشيين يدقوا الفاشر؟ انا داير زول يقنعني يعني. الامم المتحده حتتدخل بالفصل السابع والفاشر وحنعلينا منطقه نزع سلاح. انا ده كله ما سالك فيه، انا ده ما سالك فيه. انا داير منطقه يا قحاتي الدعامه عنده مناطق سيطره زي الضعيم مثلا، مرق منها الجيش الحكومي، مرق منها الجيش الحكومي في نيالا، مرق منها الجيش الحكومي في الجنينه، بقى مسيطر وقاعد عنده مخازن وعنده اسلحه وعنده سوق وعنده ماشي. الفاشر تسوي شنو؟
ماشي الفاشر تسوي شنو؟ قبليا ما عندك فيها وجود، حواكير ما عندك فيها، ارض ما عندك فيها، استثمارات ما عندك فيها، اهل ما عندك فيها. الليله في تسجيل كنت داير اشغله لكم لكن انا متاخر عليكم يعني. تمام. واحد من النظار بتاع الدعم السريع بنبس في نظاره في قاده بتاع الدعم السريع، بيقول انتوا ما رجال بلابيص ما عارف شنو، ضيعتوا الفاشر، ضيعتوا الفاشر دي لو ما مشيتوا والله والفاشر. وبيحرض فيهم بصوره، بيقول شوف النداء، قال انتوا الان حتضيعوا حمايتي وحتضيعوا الدعم السريع وحتضيعوا الامه العربيه. بينادي في الامه العربيه. زول كبير في السن، عمره 80 سنه، بينه وبين الغبر خطوه. وانا بتكلم معاكم الدعم السريع الان يهاجم الفاشر بالليل، غير خطته بقى يهاجم في الفاشر بالليل. داير زول يشرح لي عندك شنو فيها. بتدوم في الفاشر المحاصره بالاتجاهات، بترمي الدانات دي في المواطنين. قول لي الموضوع ده مكسب سياسي شنو يا خالد السلك؟ لما اتعصروا في الفاشر قالوا يجيبوا الفصل السابع عشان يحظروا سلاح الحركات المسلحه والفرقه السادسه بتاعت القوات المسلحه. عندكم شنو في الفاشر؟ ده بيحرض فيهم، والله كلام عنصر عجيب. قلت له انت بتخاطب في الامه العربيه، يعني انت هسه داير تحافظ على الشعب المصري، الشعب السعودي مثلا، ولا الامه العربيه؟ من اللي بتخاطبها انت؟ عشان تفهم التركيبه بتاعت الناس دي. زول 80 سنه لا شغلته الحياه، لا شغلته المناصب الادارات الاهليه، ولا تربى ولا تعلم. انا بكره حشغله وحقول فيه كلام بطال طبعا. انت الامه العربيه دي ما سكت ميليشيا الدعم السريع دي، مشيت كتلت الليبيين العرب ديل وتحالفت مع الاماراتيين كتلتهم في ليبيا. كده اقول لي الامه العربيه يا تلي انت بتقول دار الدعم السريع ده حيحافظ على، ولو اتهزم الدعم السريع في الفاشر واتهزم الدعم السريع في الخرطوم الامه العربيه حتضيع. شوف الناس ديل الهوس واصل بهم يا تو مرحله. شوف الهوس واصل بهم يا تو مرحله. شوف الاستعلاء العنصر العرقي، لانه هو يعني أسوأ صفات ربنا خلقها في الدنيا متوفرة في الدعم السريع ده. أسوأ صفات. وعشان صفاتهم سيئة وهم عارفين ما حتتعدل، دارين يقتلوا باقي الناس بس. كتيل فوق نصي، يعني ما عندهم ما في أي حاجة. وكده أنت أصلا دار تحافظ على الأمة العربية. الليبي ده ما أشرف منك، ما عربي مؤصل أكتر منك، مشيت قتلته مالك الليبي. قاعد تسوي شنو في ليبيا؟ من 2011 قاعد تسوي شنو في ليبيا؟ ما بتكتل في العرب ديل طيب؟ ومتحالف مع عربي الاماراتي، هو شايفك كلب حراسه. الاماراتي شايفك كلب حراسه، بالقروش بيحركك. استفدت شنو؟ استفادت الامارات شنو حس؟ ثروات دي، لو الثروات دي الامارات عاوزاها ليه تجي عن طريقك؟ ما تجي باتفاقات رسميه زيها وزي الصين، زيها وزي مصر، زيها وزي ايران، زيها وزي روسيا، زيها وزي تركيا. شنو يعني ليه الامارات تجي بالدم والخراب؟ ليه؟ ليه؟ عندهم هوس وانت بتسمع في الزول ده بيتكلم، يعني سبحان الله. والله زول بيتكلم بصورة عارف الناس لو سمعته كلها بتشيل سلاح. المؤامرة دي يا اخواننا، اذا انت استسلمت او انت فاوضت او انت رضخت او انت انسحبت، الدعم السريع ما حيخليك. اتكتب علينا نواجه المؤامرة دي ونواجه اذناب الميليشيا السياسية والاعلامية. الناس تصدى لهم بقوة وتورون حجمهم وتصلوا معاهم محل ما تصلوا. يترد لهم الرد الحقيقي. الداير يترد عليه في الميديا، تفتح خشمك في الميديا يترد لك في الميديا. لما تشيل سلاحك تنزل الشارع بيردوا لك الرجال في الشارع. قاعد في الميديا تتطاول على الشعب السوداني، تتطاول على القوات المسلحة، بيرد لك محلقينك.
ما تعملوا لنا فيها انكم بتسكتوا الناس ولا تحسنوا. قلتوا لو فيكم نفع. السودان ده فيه اكتر من 400 الف مستنفر، مشيتوا كلهم وصفتوهم انهم تابعين للجماعه بحرف الدال، طلعتوهم ارهابيين، خليتوا الناس يشيلوا سلاح. انتوا دخلتوا جواسيسكم في القوات المسلحه ديل، وقفوا عمليه المقاومه والاستنفار وافشلوها. ده في فهم، لكن المقاومه ماشيه ومستمره والاستنفار ماشي ومستمر، ولانه صراخكم زايد ده دليلنا، ولانكم بتمشوا تجيبوا لكم في قرارات متضاربه ده دليلنا. سيد القائد العام كان في الصين. السلام عليكم جيش، كيف اخباركم؟ ان شاء الله بخير. كيف اخباركم؟ والزول ده عقد اكثر من 9 اتفاقيات اقتصاديه، والناس اتكلمت عنها في التوقيت ده انها زياره ممتازه جدا وجابت نتائج وثمار. دي الناس اللي بتحلل اقتصادي وبتحلل سياسي وكده، وانا عندي راي طبعا لسه ما قلت، جاي اقوله لك. 9 اتفاقيات دوليه مهمه جدا، وكان في زياره لشركه البترول اسمها CMB حاجه كده. دي اكبر شركه بترول قابضه في الصين، وهي ذراعنا الاقتصادي الاول. يعني برهان مشي زار الشركه دي عندنا معاها شراكات اللي هي المصفى والحاجات دي. يعني احنا قلنا قبل كده المصفى ده دمروه، خلوا الصين تجي تبني تاني من جديد، والشيل حق الجديد ده من البترول اللي بيطلع ما فارقه معانا. في كل برميل يشيل لنا $10 تكلفه انشاء، ما عندنا مشكله. دمروا المصفى ده وابنوا واحد جديد، وده اللي حصل. يعني اتفقوا معاهم وكده. وانا بسمع في تحليل الناس المتخصصه والناس المختلفه مع البرهان والناس المختلفه مع الحكومه وسياستها، اشادوا بالنقطه بتاعت انه البرهان مشى الصين في التوقيت ده، وانها بتعزز موقفنا وممكن نستفيد من فيتو الصين. وانا بسمع في الحاجات دي كلها خلال اليومين ديل وتابعت الحاجه دي، في نقطتين مهمات ما لقيت زول يتكلم فيهم. بلدي الثانيه الجزائر عندها مشكله اقتصاديه، ومشوا تعاقدوا مع روسيا. الجزائر منتج من اكبر المنتجين بتاعنا البترول في افريقيا. عارفين عشان يصلحوا الدينار الجزائري عملوا شنو؟ هسي الاتفاق ده تم هسي، واحنا قاعدين في الصين، واحنا قاعدين في روسيا، واحنا قاعدين في تركيا بنعمل اتفاقيات، ودي كلها اتفاقيات في مصالح الدول دي، ما في مصلحتنا، لانه احنا في ظروف سيئه. يعني مقابل باخره بتاع السلاح ممكن يقول لنا نشيل منكم مليون برميل بتاع بترول، او يشيلوا مننا 20 طن بتاعت ذهب، لانه احنا في ظروف سيئه. الدول دي ممكن تستغلنا، وانا بعاين. بلدي الثانيه الجزائر عملوا شنو؟ اتفقوا مع الروس، قالوا لهم تشيلوا مننا البترول حقنا ده بسعر العالم، يعني ما في اشكال، لكن تدونا قروشنا 20% منها بالدينار الجزائري. الروس حيضطروا يعملوا شنو؟ حيضطروا يجيبوا دولار يخشوا بيه الجزائر، يمشوا للتاجر، بدل يشتروا من التاجر بتاع العمله دولار، حيقوموا يدوه دولار عشان يشيلوا منه شنو؟ عمله جزائريه. لما تحصل الحركه دي في السوق وتبدا شويه تجفف العمله حقتك المحليه، قيمتها بتزيد. يعني حسي احنا الدولار عندنا بكم؟ 2500 قول. لو اتفقت مع روسيا دي حسي او الصين، البترول حقي اللي حطلعه في الفتره الجايه، اقول لهم 20% منه ادفعوا لي بالجنيه السوداني. الصينيين حيرسلوا مناديب تجار عمله عديل، يخشوا السوق بتاع بورسودان ويخشوا سوق عطبره. الدولار كان ب 2500 جنيه، يعني دولار واحد قصاده 2500 جنيه، حيبدوا يلقطوا الجنيه ويدوك دولار، حتحصل وفر في الدولار وانحسار في الجنيه. الدولار قيمته حتنزل بعد ذاك، الجنيه بتاعي حيبقى اقوى شويه، بدل كان دولار واحد بيساوي 2500 تاني حيساوي 1800 1700. ما حيكون معدوم، ما حيكون مشتت ساي، حيكون عنده قيمه قوي شويه. لما نصل مرحله ال2 جنيه تجيب دولار. الكلام ده في الاتفاقيات ده انا ما شايفه. الموضوع ده اني ولحظي
بتوري الدول دي انك انت زول ما مستقر، وانا بس ممكن اجي هسه الصين دي تتفق معاك في عدم الاستقرار ده، تيجي تعمل لها مصفى ثاني انت بتحرسوا ليها، وانت المصفى الواحد ده غلبك اجي اعمل لك مصفى ثاني. الصين بتخدر فيك ساعه يعني، تونس فيك، بتخليك انت تقدم اقصى درجات التنازل. طيب الخطأ الثاني الواقع فيه الحكومة، يقول لك البرهان ده لاعب بالكوكب كله. هو ما لاعب بالكوكب. الدول دي ما ينفع تتعامل معاها بعدم التزام. الحركة بتاعت المروحة دي بمروحوكم. يعني انت الشهر اللي فات ترسل نائب رئيس الجمهورية توديه الصين، ترتيبات كان يوم 12 مفروض ولا حاجة، يمشي البرهان يلاقي بوتين الرجل الثاني في الكوكب، مش في روسيا، في الكوكب، اسمه بوتين، رسل نائبه. والرجل الثالث في الجيش ياسر عطا قال عندنا اتفاقيات مع روسيا. نصل مرحلة زي دي مع روسيا، نمشي نتلاعب بروسيا، نمشي نقعد مع أمريكا ونحاول نتواصل مع المبعوث الأمريكي، ونحاول نتواصل ونرخي لوزير الخارجية الأمريكي. الروسي هناك ما بيقبل الكلام ده. اتفاقه معاك كان إنه يديك مثلا 10 بواخر سلاح، بكرة الصباح هيغير رايه هيديك 5. لا لميت في روسيا هسي ولا لميت في أمريكا. طيب المسألة بتاعت عدم التوازن دي، هسي احنا خلينا روسيا، مشينا قعدنا مع الصين، مشينا قلنا للصينيين شنو؟ قلنا لهم حنديكم بترول وحنديكم تعدين في منطقة، عشان الصين دي ترسل المبعوث حقها بكرة والمهندسين. المنطقة دي وين؟ المنطقة دي في غرب كردفان، في مناطق مسيطر عليها الجيش. بنزل الصينيين ديل بكرة يحفروا، يقول لي هاي في بترول، خلاص حنبدأ نشتغل هنا. طيب وانت الروسيين ديل قلت لنا حديكم بترول وين؟ في نفس الحتة. وقلت للإيراني حديكم بترول وين؟ في نفس الحتة. وقلت للأتراك حديكم ذهب وين؟ في نفس الحتة. ما هي القصة بتاعت انك انت تعشق طبعا اللي بيعمل في الخطة دي زول حبرتجي، زمان بيكون مخدر له 6 7 سمرجحات، اسمع انا بعرسك انا بخطبك بتاع، لا في له عامل فلوس بتلعب، في النهاية بيلبس يعني. هو ده انا ما فاهم. الحاجة الثانية انت بتتعامل مع الأضداد. يعني امريكا عندها مشكلة علنية مع روسيا مثلا في اوكرانيا. خلينا من المسألة المؤامرة وانه امريكا هي سيدة روسيا وبوتين ده اصلا شغال في CIA وكده، ده انساه. انا امشي اتعامل مع الاضداد. يعني انا بيعطوا منطقة يا وليد عجبنا كده، سعادته وليد عجبنا كده اخباره، انا داير وليد عجبنا ده يجاوبني. الليلة انا في السودان شغال بمهاجر 6 صناعة ايرانية، حليف ايران على مستوى تمثيل رئيس الجمهورية، وفتحت سفارتي في ايران، قاعد مع الايرانيين دول في امان الله، بيرسلوا لي سلاح وطياراتهم بتنزل وقاعدين ترفعوا صور انتم الناشطين، خليه الاعلام العالمي. وليد عجبنا في قوات عاصفة الحزم بحارب في ايران في اليمن وفي نجران، هي نفس ايران اللي بتسلح وليد عجبنا الجياشي ده في السودان على بعد 2 ساعتين بالبحر الاحمر، هو وليد عجبنا بحارب فيها هناك. ده ياتو منطق، ده ياتو منطق. ما هو الجياشي وليد ده في السعودية بدافع عن الأراضي السعودية ضد الخطر الحوثي. حوثي ده هو إيران، هو الخامنائي، آية الله أكبر برهاني. آية الله أكبر برهاني متفق مع آية الله أكبر رفسنجاني في السودان، وهو نفسه آية الله أكبر برهاني بحارب في آية الله أكبر رفسنجاني على بعد 2 ساعتين في السعودية. بياتوا منطق. ده شنو التشبح اللي احنا فيه ده، التشتح والتشبح ده. المسألة بتاعت انك انت بتلعب بالحاجات دي ما بيقسم. طيب انت المفروض يا اخي داير شنو انت من امريكا؟ امشي شوفهم. داير شنو من روسيا؟ امشي شوفهم. احسن ملفك فاتحين 6 ملفات قاعدين في الترابيزه ما عارفين تقبلوا على وين. لو شلنا السلاح الروسي ضربنا به والدعم السريع، امريكا هتستخدم حق الفيتو، هتنزل لي بالفصل السابع. طيب خلاص وقف ديل.
لو شلت السلاح الصيني، الصين حتطالب مني انه انا اديها تنازلات في حقول البترول، لانه الصين قبل كده عرستنا في الخط بتاع البترول ده عرسه بطاله والله. مش الكيزان ده يقول لك سارقين قروش البترول، سرقوها منهم الصينيين. والله الصينيين دول طبقوا لك في الكيزان ده النظريه في البترول ده، باعوا لنا العيد ده ودفعونا ثمنه وخصموه في خلال 7 8 سنين في حاجات 12 سنه احنا بنسدد في قروشها، حاجات ما عندها قيمه ذاته. ما تسمع يقول لك القصر وقاعة الصداقة والمنحة الصينية، المنحة بتكون بمليون ومئتين ألف دولار، احنا الصينيين بيشيلوها مننا 3 مليار بس عشان الواحد في النهاية يجي يفتتح له قصر ولا اوضتين 3 كده ولا كوبري معلق بين توتي ولا. والله العظيم الناس دي الكهنة كبار يا زول. المسألة بتاعت انك انت حس الصين حتطالبك بحاجات. انت عارف البرهان حيعمل شنو؟ بمدرسة آية الله أكبر برهاني، نظريته حيمشي تايوان. بكرة الصباح هتشوف الخارجية هسه بتكون بتدرس، لأنه الصين ادتنا عرض، يقوموا الجماعة البرهان يجيب العرض يفرشوه في الترابيزة، الكهنة اللي قاعدين في وزارة الخارجية وفي المكتب بتاعه حيقعدوا يقول لك اسمع الصينيين ده الاستغلاليين يا سعادتك يا برهان. شفت نفس العرض ده اقسم بالله عند وقت خالتي قاعد في تايوان، والله قال لك الحاجه دي والله ولا والله بتشتريها من المصنع ولا 2000 دولار. خلاص بكره الصباح انا بركب الطياره بتاعتك دي بمشي تايوان. وعند الصين عندها مشكله مع تايوان. بكره الصباح الزول اللي قاعد يجوط في السودان ده دي طريقه تفكيرهم. خلاص قعدت مع الرجال ديل في الصين اديتهم كلمه يا برهان تنفذ معاهم. حنكوك سرقوك. الموضوع ده احنا ما دايرين نفتح لنا ملفات خارجيه، هيجي يخطوا الملفات دي البرهان يقول لك ده الكاهن بتاع الاستراتيجيه، وهو يلف صينيه من القياده العامه ما قادر يطلع متر. كاهن بتاع الاستراتيجيه، الكاهن يا زول والله يخدر لك الفارات، والله بيلعب لك بامريكا وبروسيا. يا اخي الزول ده يا زول الزول ده متر مربع من القياده العامه ما قادر يمرق. اسكت ساعه عليك الله. هس شب ولا شلمه شب. احنا طبعا السعوديه ما بنقدر نتعامل معاها بوضوح، فاحنا بنحافظ على شعارة معاويه معاهم. يعني السعوديه صرفه حقيقه مديها جيش 15000. البنت الصغيره اللي عمرها 10 سنه بيغتصبوا فيها وبيقتلوا فيها بيضربوا فيها في السودان، جيشنا قاعد مخزن فيه. انت ما فاهم؟ فهمني. ما ده الاحتياطي حقنا. وطيب انت الاحتياطي اللي قاعد في سركاب ده الفوق ال 20000 ده داسيلي يا تيوب خليه. ده القاعد في حطاب ده محتياطي، القاعد في سنار ده محتياطي. سنار دي فيها جيش مدني ذاته، فيها جيش سنار ذاته، فيها مستنفرين مدني ذاتهم، فيها مستنفرين سنار ذاتها، فيها المستنفرين وفيها المنسحبين من الحامية بتاعت الضعين، وفيها المنسحبين من حامية النيالة، وفيها المنسحبين من حامية الجنينة. انت ديل ما احتياطي وخاضوا المعركة وجربوها بياطوا منطقة تراقد للسعودية. لا نحن لو واجهناهم الموضوع ده ممكن يتأزم. مسكوا مننا سلاحنا ما قادرين تردوا عليهم، تطاولوا علينا ما قادرين تردوا عليهم. السعودية جرائدها بتكتب بتقول موفد البرهان التابع لحكومة بورسودان ما معترفة بشرعيتكم، بتكتبها في جريدة الشرق الأوسط. وزير الخارجية اللي بيكلمنا وبيرد علي قبل كده قال لنا احنا الشعب السوداني ده مؤدب امام الامراء واصحاب الفخامه الوزراء والملوك. قلت له دي الا ترباك ابوك انت على كده، احنا ما عندنا الكلام ده. انت والملك والرئيس تحت الجزمه، ما عندنا لكم حاجه. صوت واضح؟ بس تمام. كل الحاجات انا داير ارسم مشهد الان. المشهد اللي حرسمه انا لما اتكلمت في لايف امس الناس كانت محبطه، قالوا لي الفصل السابع معناه حينزل. هو الفصل السابع ما شغال اصلا، وينزل يمشي وين يعني؟ وهو انت اساسا محاصر. نعم يا ستي بس ما كنت عارف، هسه اوريك. الفصل السابع ده بيجي بيحظر منك اغتصاب وسلاح، تمام؟ وبيحظر منك سلاح
وبيوقف قواتك من انها تتقدم او تقوم باي عمل عسكري او عدائي او تحرير منطقه. هو ده ما الحاصل حسي. يعني لو جاء الفصل السابع حيعمل شنو للجيش؟ ما هو ده الجيش حايم حول مدني 8 شهور، ما قادرين يعرفوا البوابه حقت مدني وين. الله عز وجل بالليل بيعميهم وبالنهار بيعميهم، ما بيقدروا يشوفوا مدني. لكن يقول لك خشينا ما عارف كوبري بيكا، ما عارف رجعنا ما عارف الخياري، الحتات دي تحاوم ومدني دي بيجاي ما بيقدر يكسر رقبه التاتشر كده يمشي. هو ده مع الفصل السابع ما بتنفذ فيه بحذافيره. انت منطقه صغيرونه شالوها منك السوكي، عندك جيش المناقل قاعد والخياري قاعد، وتحركت قوه قائده ادم هارون وصل لحد هناك المحميه وارتكزوا في الدندر، خلوا السوكي وجا راجعين. هسه ماشي على 4 شهور. هدي السوكي صغيرونه كيلو في كيلو حيقعدوا يحوموا حولها كده. الفصل السابع لما تنجي قوات الفصل السابع بيقولوا لك يا اخي ما تخش الحته دي، وهسه انت ما خاشيه. الناس يقول لك يا صرف الموضوع ده مخيف. لا انا حرسم لك صوره حسي مع بعض، يعني المقدمات دي كلها دايرين نرسم صوره. الصوره بتقول انا دايرك تجيب لي لستة سياسيه ولست عسكريه ولست ميدانيه، دايرين نشوف وداخليه في اجراءات الحكومه احنا قمنا بها، يعني حاجه انجزناها طاخ كده سلمنا المواطن حاجته الصح. اديني حاجه كده مثلا خارجيا، مثلا الاتفاقيه بتاعت جنيف او اتفاقيه جده. اتفاقيه جده وفدنا علني مشى وما كلمونا. احنا قلنا اتفاقيه جده تجد. احنا الشعب السوداني لما ظهرت الاتفاقيه مجحفه في حق الشعب السوداني وامريكا والسعوديه ما التزموا بها، طلع الجيش صحيح لكن طلع بفضلنا احنا المواطنين. قلنا اتفاقيه جنيف، اتفاقيه جنيف اساسا وفد الجيش مشى وماشي ماشي، ما يقعدوا يلفوا لك بيانات الخارجيه وما بيانات الخارجيه ورفض البرهان ورفض ولا لا هو رسل الوفد اساسا. عندكم وفد قاعد شهر كامل قبل ما انه يقولوا مفاوضات جنيف تكون في 14/8. طلعنا احنا قلنا الشعب السوداني قلنا لا تفاوض. يعني الجيش البرهان ليه بيعمل الحاجه الما صح؟ يعني هل البرهان ده وحكومته ديل يقودون الشعب السوداني ولا يقودون الدعم السريع؟ انا داير افهم هو رئيس الجيش ولا رئيس الدعم السريع. لما نجي نتكلم عن مدني دي فيها مشكلتين. مدني فيها مشكلتين، المشكله الاولى انسحاب القوات المسلحه، والمشكله الثانيه عدم عوده القوات المسلحه. جميل، عشان ما نظلم البرهان واحمد الطيب ونظلم الجيش ونتكلم كلام فارغ زي ما بيوصفونه. البرهان ده في يده يعمل حاجتين في مدني الآن. الأولى إنه يحاسب أحمد الطيب محاسبة علنية، الثانية إنه يستريد مدني. أنا دايرك تقول لي ليه الاثنين دول ما عمل فيهم واحدة؟ ودى أحمد الطيب المحكمة وليه ما كلمني بالمحكمة؟ أنتوا ما شفتوا علني المواطنين في مدني بيسحبوا ويقتلوا وبناتنا تخطف ومدني تحاصر، والمدني الآن الناس بتموت جوا مدني بالجوع. الجيش حايم حول مدني. انا موضوع حايم دي دايركم تركزوا فيها لانه ده مصطلح هندخله جديد في كلامنا والناس تحفظه حسي انا. طيب دي مدني يا برهان، حاسب احمد الطيب محاسبه علنيه. حاضر، احمد الطيب يطلع بريء، احمد الطيب يطلع متهم، لكن احمد الطيب ده ممكن يكون ما مسؤول. كيف ما مسؤول؟ زول عنده فرقه كامله ما لواء، والناس بتتكلم عن هجوم وبتتكلم عن تدخل الميليشيا وصول الكاملين والحصحيصة والوالي حقها، بتتكلم عن الخلايا بتاعت ججة. هو ما شايف لو عنده حاجة ناقصة كان البرهان معاه اليوم داك في الفرقة ذاته، وقالوا عندنا 41,000 مقاتل جاهزين. انسحب كيف يعني؟ بتوجيهات من البرهان ولا منه؟ إذا البرهان مشارك في الجريمة دي ما يغطي على أحمد الطيب، يعمل لي محاكمة علنية. إذا تمت أي محاكمة لأحمد الطيب وبدون ما يوقف محامي، أنا داري يوقف محامي طبعا عشان نعرف انه الاصوات دي بتجي من وين، وفعلا ممكن الجيش يكون فيه اسرار ما دار يقولوا لنا. لكن اسرار 8 شهور ما قادر يصل مدني. التاخير اللي حصل في مدني ده، احنا كنا بنحارب كم مقاتل في الدعم السريع في مدني؟ الخشوا كم؟ 60 تاتشر 100 تاتشر. الليله مدني كلها الدعم السريع مقابل القوت والاكل انه جند المواطنين بقاهم دعامه. لما الدعم السريع قادته ديل مرقوا حسي من مدني، فضلوا المواطنين ديل انا حاجه اكتلهم. هسه انا ما بحارب في دعامه في دندر،
الدندر انا ما بحارب في دعامه في سنجه، دي المواطنين الدعم السريع ارغم انهم يتجندوا، لانه حضرتك انت الدندر ما قادر تخشها، حضرتك انت سنجه ما قادر تخشها. الدعم السريع خش سنجه ب7 مواطن و13 تاتشر، الليله في سنجه بيكون عنده معسكرات فيها 6 7 ألف مقاتل. صعبتها على روحي ولا ما صعبتها؟ الخساره بتاع دخول المنطقه اكبر ولا انك انت تنسحب منها اكبر؟ انا دار الجيش حسي يتكلم معايا علني، دار الجنود في الميدان يتكلموا معايا علني. الليله يا جنود انتوا في مدني كنتوا بتحاربوا 60 تاشر بتاع دعم سريع، خليتون 8 شهور. الليله مدني ولايه الجزيره انتوا بتحاربوا في 600 ألف مواطن بقوا دعامه، لانه الدعم السريع ما يا ماسك لك امك، يا ماسك لك ابوك، يا ماسك منك اطفالك، يا تلبس كاك الدعم السريع ده يكتلوا لك. ورانا نموذج علني الدعم السريع ماسكين لهم طفله عمرها 10 سنه. التاخير ده بالحسابات والاستراتيجيه العسكريه، هل تكلفه الجيش في الانسحاب اكبر ولا في المدافعه اكبر؟ هسه يقول لك احنا لو انسحبنا من مدني حنحافظ على قوتنا، صحيح. طيب لو كنتوا صمتوا كان حيحصل شنو؟ كنا حنموت 10% من الجيش، 20%، كنا صدينا لهم. ما هو دي بابانوسة صامدة. شنو يعني مدني لو صمدت؟ يا هي ديك اللبي الصامدة، يا هي ديك الفاجر صامدة. مدني دي فيها نهرين محاصرينها، عندها مدخلين كباري، الكوبريين دي لو خليت فيهم الدبابات دي واقفة او خليت فيهم كسرتهم انا بحافظ على مدني. هسه انا لو كسرت الكباري دي ما بحاصر الدعم السريع جوا مدني، ليه ما دار اكسر الكباري؟ ليه حقعد الف حولي مدني، حلف حولي مدني؟ انا مدني ما دار اخشها، ما محتاج اخشها، بس بكسر الكباري الجوا براهم بيجوا مارقين، بكسر لهم الكباري والجوا براهم بيجوا مارقين. ليه اخلي الدعم السريع يصل مرحله انه يتمكن؟ الموضوع ده كان الدعم السريع ده، انا لو النار مولعه وما وقفت ناري في الدندر، هل الدعم السريع كان بيستغير يعمل منصات؟ هل الدعم السريع كان بيقدر يعمل معسكرات يدرب فيها جنود؟ بيدرب في الجنود ديل. الخريف ينتهي الدعم السريع ده حيكون عدد المشاة حقه تضاعف 7 مرات، 7 مرات. فاضل له حتات محسوبه، الحتات المحسوبه منها القضارف، منها كسل بورسودان، دنقل الشماليه. الحتات دي حس الدعم السريع ما خشاها لانه دنقله والله صامده، والله لانه المناقل صامده، والله لانه الدويم صامده، ابدا، لانه الخريف الدعامي بس ما جاك. ده كل الموضوع ما جاك، لكن انت ما هسي منحته انه يجيك. الدليل شنو؟ الدليل انه الفرقه بتاعت سنار قاعده جوا سنار، لو دار تدافع عن سنار بتطلع جبل مويه، لكن نصر من الله وفتح قريب. ويهوداك جبل مويه شايفينه، ويهودي اولادكم بيدونوا في جبل مويه. الخرابيط اللي بتعملوا فيها دي انتوا اللي حتموتوا بعدين، انتوا اللي بتبقوا اسرى في يد الدعم السريع. هسه هم محاصرين جوا جبل مويه وقواتهم ما كبيره وعددهم ما كبير وما قادرين يفتحوا معسكرات في جبل مويه لانه انتوا بتدونوهم. امشوا استلموا جبل مويه. والله احنا وصلنا لحد ما شفنا دخلنا الجبل، لكن جاتنا تعليمات رجعنا. ارجع يا زول، القائد ده بعدين ما بيبقى زي احمد الطيب بيجيبوه حته امنه. انت تكون اتبليت ومرتك اتبلت واولادك اتبلوا والشعب اتبلى. اللي بتعملوا فيه ده ربنا سبحانه وتعالى مديكم فرصه حسي يا جيش. الموضوع ده ثمنه بعدين غالي. يهودا جبل مويه تامين سنار ما جوا سنار، قواتنا قاعده في سنار وماسكين، وده كلام فاضي ساي. قواتك تكون قاعده في جبل مويه، تهديدك جاي من جبل مويه، ما استلمت جبل مويه سنار حتسقط. الموضوع ده انتهى، ولا داير درس عصر. انت ما بتعمل تامن، هو ده العدو قاعد لك في جبل مويه، قاعد تتفرج فيه وانت جوا السنار. لو بكره الصباح حاصرك ب4 محاور برميك. والله ما يحصل، لا حصل قبل كده. حليفة الجيش ده انا ما قاعد اصدقها، لا حصل، لا ما حصل. ما انا شفتها في نيالا، انا ما شفتها في الضعين، انا شفتها في بحري، انا شفتها في كبر الحلفايه، انا شفتها في انسحابك في الدندر ذات، انا شفتها في السوكي. فانا ما بحلف، حليفتك دي ما بتنفع معي يا اخوي. دار تامن سنار، تامن سنار قاعد في جبل مويه، مشيت جبل مويه، احنا والله في الجبل يا اخوي. ما توقفوا طياراتكم دي كلها ليه؟ احنا نعمل ضربات الليله في بحري، في المقرن، في غندهار، عندنا طيارات محسوبه. ما توقفوا الموضوع ده كله. اخواننا السلام عليكم، كيف اخباركم؟ الاولويه حقتنا نبدا بشنو؟ نبدا بجبل مويه. بكره الصباح ماشيين جبل مويه، عندنا 6 طيارات كي 8، عندنا انتنوف 12، عندنا سخوي وميت، تمام؟ عندنا مدفعيه موجهه، المدفعيه بتاعتنا السلام عليكم ادم هارون، بكره عليك الله مدفعيتك دي كلها تجيبها لنا جبل مويه. سنار ممكن تسقط، سنار ما في اي حاجه بتجي سنار لانه الخريف حارسك،
طيب يا اخي ممكن تجي قوه تهاجم لنا الفاو. لا لا، ما في تجي حاجه للفاو. الدعم السريع ما بيقدر يمشي في الطين. شيلوا حاجاتكم دي بالهليكوبتر اللي بيركب الكباش والبرهان ده، ويا سرعه تجيبوا الهليكوبترات دي، خدوا المدافع بتاعتكم دي فيها، اربطوها، امشي نزلوها لنا هناك على مدى المدفع. ما شرط ان تمشي 60 كيلو، امشي 30 كيلو مدى المدفع. انا داير ادون جبل مويه ده بكره، طيارات دي بكره كل المدفعيه حقتكم، كل الذخيره حقتكم حنمشي ننزلها في جبل مويه. الموضوع ده بسيط وواضح وما داير درس عصر. انتهينا من جبل مويه دوناه. القوات بتاعتي المشتركه كلها، الجيش وقوات الكفاح المشتركه دخلت الدندري قاعده في سنار، وهيئه العمليات والشرطه والمستنفرين. عليك الله ارجوني على بعد 3 كيلو من الجبل. انا داير اشتغل تدوين، انتظروني برا بس. الساعه 12، هاي الساعه 12 انا بكلم الدعامه عديل، بقول لنا الساعه 12 انا داخل اطلع ميتينكم. الموضوع ده بسيط. الساعه 12 اي زول استلم لي محور، استلموا محور المدى بتاع المدفع بتاعك والمدى بتاع الرباعي بتاعك، دوروا الجبل ده. الساعة 5 نرسل المسيرات نعمل استطلاع، لقينا دعامي فرفر، تاني نردمه. تمشي الطيارة دي بتشيل غزايف بتاعتها 10 دانات مثلا السخوي ولا كده، تمشي تعبي وتجي راجعة تفرغها هنا، تمشي تعبي وتجي راجعة تفرغها هنا. نحرق الجبل ده عديل حرق. انتهينا من الجبل ده، استلمنا المنطقة المركزية. انا كده امنت الطريق بتاع الدندر، انا امنت الطريق بتاع الدمازين، انا امنت الطريق بتاع السوكي، قطعت الطريق حقهم. انا قاعد فوق الجبل. القوة اللي كانت ماشية الدندر هاي تعليماتكم جاهزة يا اخوان، انا ماسك لكم جبل موه. الليلة اخوانكم في تماسيح النيل الازرق شغالين في الدندر، شغالين في سنجة في المحيط ده. ديل الجيش اللي انتم بتحيوهم. ليه بنحييهم؟ لانهم مرقوا من النيل الازرق، شغالين في ولاية سنار. ديل الشغالين يأمنوا في حتتهم، لكن ما قاعدين منتظرينه في الدمازين ولا قاعدين منتظرينه في النيل الازرق لحد ما الدعم السريع يجيو. ديل مرقوا هم الأس شغالين في سنجة، والشغالين في الدندر ديل اولادكم ناس تماسيح النيل الازرق. ديل الشغالين جيش جد، ديل الشغالين كتاب صح، والغرفة بتاعت القيادة والسيطرة الا بعد ده يسحرون ساي. لا شغالين بقيادة وسيطرة ولا زفت الطين. تأمين النيل الازرق جوا ولاية سنار، ولايه النيل الازرق تامينه جوا ولايه سنار. انا ما ممكن اخلي الدعامه قاعدين في سنجه. بيعملوا شنو في سنجه؟ بيفتحوا في معسكرات بيتدربوا. الخريف ده اول ما ينشف بعد شهر حيحصل شنو؟ حيمشوا يسقطوا الدمازين وحيسقطوا النيل الازرق. الفرقه الرابعه حتسقط. انا قاعد اتفرج فيهم، لا ما ينفع كلام زي ده. حخش له ونحسي معسكراتنا جوا سنجه، معسكراتنا في الدندر، معسكراتنا في السوكي، حمسحها من وش الارض، حمسحها من وش الارض. نقطه عرب انتهى. الموضوع ده يا اخوانا داير درس عصر؟ لا. داير استراتيجيه؟ لا. داير عزيمه بتاعت انه انا حنتصر، لكن في زول موقف الحاجه دي. الموضوع ده يا اخوانا انا بتكلم عسكريه هسه. ناس يقول لي انت زول عسكري بوين؟ انا ده مع كلام واضح، ولا محتاج استراتيجيه ولا غيره. محتاج انه انا شاله مني مدني ارجع اجيب مدني. لكن احنا شغالين بنظريه اسمها الحوامه. هسه احنا حايمين وين؟ حتات الحايمين فيها وين؟ حايمين حول الدندر. يقول لك في تخوم الدندر. والله كلمه تخوم ده انا ندمان انه دخلتها في الكلام ذاته. قبل لما جاء سقطت مدني كنت بتكلم بقول دار اقول حوالين، غلبتني قمت قلت تخوم مدني. خلاص بقت كده تخوم مدني. الناس يقول لك تخوم مدني. بتعمل شنو في تخوم مدني؟ السؤال ده الناس ممكن يشوفوه عادي. الجيش ما عنده له اجابه، بس بتقعد تلف كده. القريه دخلت الدعم السريع بيطلع منها، بينتظرون يطلعوا، بيقوم الجيش بيجي، يقوم النسوان يهللوا لهم ويزغرتوا لهم، الرجال يطبحوا لهم خروفين 3 الجماعه ياكلوا، يقوموا يمشوا القريه اللي بعديها اللي كان فيها دعم سريع نهب وسرق واغتصب، طلع الجيش بيخشها بعدين. يقوم الدعم السريع يجي راجع القريه دي تاني، يقوم يمسك اولادهم وبناتهم ويطالبهم بفديه ويطالبهم بمستنفرين. يقوم الجيش بعد ذاك تاني الحته دي ما بيخرجوا، ما قاعد فيها دعم سريع في تدريب في معسكرات تاني، الجيش ما بخشها، بيمشي حته تانيه. يقول لك طردنا منها لافين كده. دي مدني هي فيها مدخلين، دي ما دايره عسكريه، دي دايره الراجل انه يخش مدني. يا اخواننا وجهوا التاشيرات حقتكم دي كلها ماشيين مدني. انا داير اعرف اللي بيثبتكم منه. لو احنا هسه دفع كده في القوات المسلحه مقدمين مع بعض كله زول في متحرك، اسمع هسه ما تشتغلوا زي ناس الطيران ديل. الطيران محمد عثمان الحسين رئيس هيئه الاركان بيقول لنا الصباح امشي اضرب الضعين، بيمشوا يدقوا متحركات الدعم السريع دي في الخوي، بعدين يمشوا الضعين. هو معاون وهو معاون. هسه لو خليناه لغرفه القياده والسيطره، المتحركات اللي كانت في الفاشر والمتحركات اللي كانت طالعه من الضعين دي، واقسم بالله العظيم كان سقطت السودان.
بيقول لها مش اضرب المخزن ده في نياله ما معروف فيه دقيق، ما معروف فيه سكر، ما معروف فيه سلاح ولا ما فيه سلاح، لكن ده شوف العين شايف له متحرك 75 عربيه شافهم في الشارع ده بطيارته عنده احداثيات وبراو. الطيران ده بيعمل في شغل عظيم. انا بقول لكم عديل ليه احنا ماشيين من هنا ماشيين نحرر ومبدة، ما ماشيين مبدة يقول لك لا خلي المدفعيه تشتغل بعدين احنا ما تمشي تخش كتلهم نشوف البرهان بيقول شنو. ما بيقدر يقول حاجه، ما بيقدر يقول حاجه. لو هيدا احنا ماشيين على مدني قالوا لنا اقفوا في الخياري ابينا نقف في الخياري، مشينا 10 كيلو لقدام القائد بتاعنا حيعمل لنا شنو؟ يعني حيعمل شنو القائد؟ قال لي يقف هنا في القريه 31 مشيت وقفت في القريه 34 في الفاو، القائد حيعمل لي شنو؟ هيقول لك انت خالفت تعليمات. بشيل اللايف بفتح لايف اخواننا طبعا احنا جينا نحرس القريه دي والقائد الفلاني العقيد الفلاني قال لنا ما تمشوا وقائد الفرقه الفلاني. الناس طالع عليه بنظريه جديده يقول لك القياده والسيطره شغالين صح والبرهان بدي تعليمات صح، لكن قاده الفرق هم الرافضين الحاجه. طبعا دي كلام بتاع كهنه كبار. كيف؟ ما هو ما داري يشيلوا المسؤوليه من البرهان والقياده والسيطره، يقولوا البرهان ده قاعد كويس والبرهان ده شغال كويس لكن تحته كعابين. النظريه بدت كده يقول لك قاده الفرق والالويه ديل ما بطلعوا الناس وما بيدوا تعليمات والبرهان اداهم تعليمات وهم ما دار يتحركوا. هوي الموضوع ده في راس البرهان بس هو المسؤول. اسمع قاده الفرق اللي هو الفرقه الثالثه اللي كلهم بتتكلم فيه ده ازول انا بعرف البرهان بس ولا بعرف ثالثه ولا بعرف عاشره، البرهان بس. البرهان ده مش قايد، اي شغله الصباح شنو؟ يجدوا تقرير حلو، جاب التقرير ده مسك التقرير فتح بسم الله الرحمن الرحيم قائد حامية السنار الجديد. البرهان مش شال الربيع ده لانه الربيع ده خلى بالشغل اي يبقى البرهان عارف انه في خلل. قام جاب زول تاني اداه تكليف معاه زمن، الزول قام امبارح ما اشتغل اول امبارح ما اشتغل بعد بكره ما اشتغل، البرهان ما يساله ولا قاعد يساله؟ ما دام الزول ماسك الوظيفه يبقى البرهان ساله، يبقى الزول ده ادى الكلام للبرهان، البرهان اقتنع به او بينفذ في الحاجه الطالبه منه البرهان. زي ما شال الربيع ممكن يشيل الزول الجديد ده. يقول لي يا اخي انت ما دخلت بجبل مويه، انا اديتك اسبوعين تكلفتك ما مشيت جبل مويه ليه؟ ما هو نفس اللي بيعمل فيه الربيع بيعمل فيه القائد الجديد، ما قدر يخش جبل مويه، ما قدر يخش جبل مويه والشغل صعب هنا. انا ما اقدر اسمع اعذار، انا ما بتكلم معك هسه، بتكلم مع البرهان. لما تطلع تقول لي قاده الفرق هم الرك عليهم وهم المؤخرين الشغل، قاده الفرق رئيسهم منه البرهان، ما بيضرب له تليفون يفقده؟ احنا بندي البرهان مرتب ليه؟ بنديه مرتب ليه؟ ما شغال قائد الجيش، مش قائد الجيش ده يجيب القاده تحته يسالهم الدعم السريع مشى قريتين ليه؟ الدعم السريع خش حتتك ليه؟ دفاعاتك المتقدمه وينها؟ التشوين اللي رسلته لكم وينه؟ الذخيره اللي رسلتها لك وينها؟ ما اشتغلت بيها ليه؟ مش ده شغل البرهان ولا حاجه ثانيه؟ لكن تطلع تقول لي لا الغلط ما في، لا الغلط في البرهان. انا ما بعرف زول يا زول، ما تتوهوا لي الموضوع ده خلينا نمشي ناخذ فائده. يقول لك مسؤول كبير في الدوله، ده زول مسؤول في المؤسسه. المسؤولين في الدوله حصل مره فكرت في كلمه مسؤول دي معناها شنو؟ اوه مسؤول ده بدله يا زول ارماني وساعه رولكس ويجي نازل من الكروزرات السوداء كده ونازل، ده المسؤول في صورته. لا، مسؤول دي كلمة خطيرة جدا جدا. مسؤول دي جاية من زول بيسألك، مسؤول يعني ده بيسألوه. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. يوم القيامة انت الرعية ديل اولادك اهلك اسرتك الولاية الحكومة شعبك، الله حيسألك من كل واحد فينا، عشان كده اسمك مسؤول. مسؤول قدام منه؟ قدام الله عز وجل. انت مسؤول قدام الله عز وجل، هيجيبوك يسألوك. استاذ، مدير جامعة، طبيب، الناس تحتك زول شغال انت اسمك مسؤول. الموضوع ده ما بهرجة ومخصصات وظيفة وكروزرات تمشي ونان وراك، لا حيجيبوك انت براك واحنا هنكون قاعدين تاكلين. احنا ممكن نكون مليون، ممكن نكون 10 مليون، ممكن نكون 50 مليون، احنا هنكون تاكلين انت براك، بيدخلوك الغرفة ينزلوا عليك الستار او عمايلك دي الله عز وجل يحاسبك قدامنا. الله عز وجل ما في مدسة بعدين يرفعوا الحجاب عنك يسألوك قدامنا، ما عندنا حقوق عندك، انت ما حيسألوك تحت مظلة، انت في فضايح في بل. انسحبت من الحتة الفلانية ما رجعت ليه؟ لأنه قواتنا ناقصة. الله عز وجل حينطق لسانك وينطق يدينك براب تتكلم. أنا مضيت اتفاقية تسليح، يوم لسانك ده الله سبحانه وتعالى بيكفله لك، بتتكلم جسمك ما عندك طريق، واحنا بنكون بنسمع، احنا بنكون بنسمع بنعاين لك باحتقار.
المسؤول اي زول مسؤول حيجيب في الحته دي مسؤول. جينا الزول ده مسؤول من تامين ولايه سنار، لا يمكن تامن سنار وانت قاعد جوا سنار، دي عسكريه ما بتنفع. طيب نتكلم الان عن التفوق بتاع الدعم السريع على القوات المسلحه. دائما انت عشان تنتصر تدي عدوك حقه الادبي. الدعامي ده كبني ادم تحت الجزمه، واحنا ما بنقعد معاه لانه احنا محتقرينه. انا ما ممكن اقعد في السودان مع دعامي، انا داير الرساله دي توصلهم. ما عنصريه، العنصريه دي تتعنصر بين الناس، يكون في تكافؤ. انتوا احنا ما شايفينكم اصلا، غير انه احنا كل اللي بنعمل فيه من الصباح للمساء بنفتش في طريقه نكتلكم، بنتكلم معاكم دي ما. فانت دعامي ما بتسوى حاجه، لكن انا بتكلم معاك كزول مقاتل في الميدان بديك حقك الادبي. لا يمكن اقارن بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحه في حرب المدن، ده موضوع منتهي. قوات الدعم السريع انشئت عشان حرب المدن. جيشنا ده بيشتغل في مساحات مفتوحه، في غابات، دي تجربته ودي خبرته. اتعلم الحرب المدن دي اثناء المعركه ما شغاله، وانجز فيها وحرر فيها وحافظ على معسكرات وغرى وحافظ على مدن. الجيش بتاعنا انجز تماما، اتعلم وهو شغال. دي احنا برضو بنقول من كفاءه قواتنا المسلحه وجهوزيته للاستيعاب. الدعم السريع متفوق على الجيش في حرب المدن. الدعم السريع متفوق برضو على المستنفرين حقنا في حرب المدن. ليه؟ لانه الدعامي ده ما مدرب من 2013، لا، الدعامي بحارب من 2003، وانا جاي سنه 2024 يا دوب خرجت لي زول 3 شهور ما حياكل معه عيش الا بعزيمه واصرار وقوه وتكتيك. احنا منتهين في الحته دي. طيب احنا النقطه دي انا ممكن اتفوق بها على حتات. ايوه، قبل كده قلت لك عشان احنا ننتصر، القاعده اللي دار اقولها للجيش، محل احنا كتار نهاجم الدعم السريع عشان نستفيد من النقطه بتاعت التفوق دي. احنا كتار وين؟ احنا كتار في كسله، كتار في شندي، كتار في الدامر، كتار في عطبره، كتار في كرري، كتار في سركاب. الحته القريبه مننا والدعامه فيها شويه وين؟ مصفى الجيل نمشي نبلون هناك عشان انا اغير المعادله بتاعت التفوق في التدريب والتكتيك. انا متفوق عليه وببقى شنو؟ عدديا. ما هو قالوا الكتره بتغلب الشجاعه. الدعامي لو بيعرف تكتيك وحرب مدن، ما انا اكتر منه. كتل لي 5 حجيبه ب10، حجيب ذخيره من وينهم؟ حقتله. طيب التفوق في التدريب والتكتيك ده انا ممكن استفيد منه في حتات. ايوه، زي مدني اولادنا المستنفرين متفوقين على مستنفرين الدعم السريع في مدني. مستنفرين الدعم السريع ما خاضوا حرب لسه. ايوه دخلوهم معسكرات، ايوه دربوهم، لكن ما مرقوا من مدني حاربوا. اولادنا المستنفرين بس في ولايه الجزيره الان يحاربوا في تخوم مدني اكثر من المستنفرين دول. في سنار، في سنجا لسه المعسكرات الدعم السريع بيتخرج في مقاتلين جداد. انا ده المتفوق عليهم بتماسيح النيل الازرق، ومتفوق عليهم بالفرقه 17، ومتفوق عليهم بجيش سنار، ومتفوق عليهم بالجيش بتاع الخياري، ومتفوق عليهم بالمناقل. ديل ما فايتينهم خبره، ما بياكلوا معايا عيش. انا لو خشيت لهم لو كانوا 70,000 واحنا 5,000 انا بحشهم كده وببلهم لما يامنوا، ولا داير درز عصر حتفوق عليهم زي ما هو كان متفوق عليه في الخرطوم. وجيشنا حصلت له صدمه لانه ما خاض حرب مدن. عشان كده الدعم السريع قدر ينتشر، قدر يستخدم التكتيك بتاع الهجوم والانسحاب السريع، التطويق، عمليات التكرير الموجات. الكلام ده احنا جيشنا ما بيعرفه ولا ننكر المساله دي، هسه تعلمناها. انا الحته المتفوق عليه فيها بمشي له. الدعم السريع لا يمكن يكون كلها مناطق قوه، عنده نقاط فيها نقاط ضعف، عنده حتات ما بيعرفها، عنده حتات ما من المدينه، عنده حتات والله يا اخي تايه فيها، عنده حتات عرباته ما بتنفع فيها. سايق له عربيه بيكانتو ما بيقدر يخش بها الخلا بتاع القضارف ده، ما بيقدر يخش بها الطين اللكه بتاع السوقي. انا متفوق يعني. ما ممكن تقعدوا كده الممحنين هيئه اركان استراتيجيه قياده جيش ما قادر تتقدم لك متر. الكلام ده ما بينفع. نفس الناس اللي حسي في الجيش بيطمنونا انهم داخلين جبل مويه هم نفسهم اللي شفناهم في الجبل الكوبري بتاع البوليس بتاع مدني قبل شهرين. بيننا وبين مدني السوق الشعبي قال لك 20 دقيقه، بيننا 12 كيلو. يا هديك الانوار بتاعت مدني هسه لهم 4 شهور الحته ديك ما مشوا. جوني نفس الكلام بيقولوا لي في جبل مويه. هسه احنا في جبل الدود، يا هو ده عاملين الالتفاف، يا هو ذاك التدوين شغال، بكره الصباح اخش. يا اخوي هوي البتاع ملفوده في النهايه حتيجي فيك 3 كتيمات.
يا جياشي الكتمة الأولى إنه حيحصل حظر للسلاح. كلاشك ده بعدين ولا السونكي ذاته ما بتلقى فيه. هسه انتوا ذاته كلاشاتكم دي فيها سونكي؟ كده رفع الكلاش بتاعك ده ما فيه سونكي ليه؟ ارفع الكلاش بتاعك يا جياشي ما فيه سونكي ليه؟ حضروا منك السلاح واساسا انت منتشر في حتات بعيده، واحنا هسه عشان نجيب لك الامداد اللي نعمل لك انزال وغيره قاموا وقفوا الطيران حقنا بقينا ذاته ما بننزل لك. انت هتعمل شنو بعدين مع الجياشي والمواطن اللي اصبح مستنفر مع الدعم السريع؟ بقيتوا محاصرين في الدندر والسوكي وبقيتوا محاصرين في جبل مويه. انت هتعمل شنو يا جياشي؟ ولا اي حاجه صح؟ الحصار الممكن شغال الان ده خطره. خطر الثاني موضوع الخريف. الخريف المطره دي بتنشف، الدعامه حسي ما بيتحركوا يجوك. انت عندك القدره تمشي لهم، عندك القدره بتمشي لهم لانه في شوارع بتاع الزلط بتقدر توصلك، انت عارفها هو ما عارف. هو اللي يمشي بالبر بالخلا، انت تمشي الزلط. احنا قلنا قبل كده حديد يلاقي حديد. اركبوا الشارع بتاع جبل مويه ده شارع الزلط عديل، تمشي تلاقون في الشارع ده. بل كده لما يامنوا طاخ طاخ انتهينا منه. ظهروا بورا حيجيبوا امداد من وين؟ انت عندك الامداد بيجيك من سنار، من الفاو، من الغرة بتاعت الجزيرة المنتشرة فيها الجيش ده بنعمل لك امداد. هو امداده بتاع جبل مويه ده هو قفاوة جبل، يجيب امداد من وين؟ ببله كده لما الله يغفر له. الخريف حينشف، الدعم السريع حيبدا يتحرك، حيحصل فزع. هسه الفزع في جبل مويه ما جاكم، امشوا بلوا الجبل ده استلموا. في مشكلة انه احنا ممنوع انه قواتنا المسلحة تستريد متر واحد في السودان. وانا بعاين للبرهان ده ينفذ الخطة حرفيا. هسه احنا الليلة يوم كم؟ 10 مش؟ ولا 11؟ 11/9 فاضل لي، او قول 10 فاضل لي يوم 14/9 المفروض يمشي نيويورك كم يوم؟ 4 يوم. قلنا لكم من يوم 1 تعالوا نحسب البرهان ده حيخدرنا كم يوم، وفي النهاية ما حنطلع ب 100 مربع واحد. قلت لكم كشفوا. هسه احنا اشتغلنا طيران، نتائج الطيران ادوني له، دمرنا القادة حقينهم، قتلنا المتحركات، والله ام قرون بتبكي اهو. بعدين اي ما ام قرون قاعد تبكي، ايوه ام قرون بكت ودقاونا الطيران. وبعدين استفدت من الموضوع شنو انت؟ الفائدة العملية حصل الغطاء الجوي، غطيته شنو انتوا؟ ولا اي حاجة. يعني انت زول زي الزول اللي بيجيب سرير ويجيب بطانية يقوم يغطي السرير بالبطانية ويمشي يرقد في الواطة. ما جبنا الغطاء الجوي اهو، بعدين اسمه غطاء جوي عشان اغطي على عمليات بريه. لماذا لم تتقدم عسكريا بريا؟ ما هي الاعذار؟ ما كان عندنا سلاح. جبنا سلاح؟ ما جبنا سلاح. ولا والله الموضوع ده ما تقولوا لي، ده تونس بحبوبتك في البيت يا جيش، انا ما عندي معك شغله. انا شفتك مشيت ايران، شفتك مشيت الصين، شفتك مشيت تركيا، شفتك مشيت روسيا. مشيت وجبت شنو من روسيا؟ ما جبنا حاجه. معناه انت فاشل، انت كموظف دوله فاشل. ما تتمسك بالمنصب ده، قوم امشي بيتكم ننعل ميتينك لميتين الجابك. غالبك تجيب لك كونتينرين بتاعين ذخيره يعني. مشيت روسيا، مشيت الصين، دي دول مصنعه لسلاح، انت مشيت جبت منهم شنو طيب؟ ما كل يوم بشوفكم قاعدين تمشوا حته، فتحتوا سفاره في ايران، فاتحينها في ايران، تجيبوا لنا شنو؟ رزيه الخميس ولا الحسينيات ولا مشيت جبتوا منهم شنو الايرانيين؟ سلاح. وين السلاح ما جبتوا ده؟ مش متحارب به ولا حاجه ثانيه؟ انتهينا من العذر ده. كان اعذارك شنو؟ جبنا طيران، في طيران قاعد، تفضل. كان اعذارك شنو؟ ايوه الاعذار شنو؟ ايوه الاعذار ها تفضل. السلاح النوعي الدعامه دخلوا السوق كده بطيارات، عندهم هليكوبترات، عندهم كي 8. ما بتخجلوا انتوا؟ ما بتخجلوا؟ يبقى البرهان تعليماته انك انت ما تخش السوقي. انا دايركم تكسروا الحاجه دي. البرهان ممكن يكون مدي تعليمات تخشوا، لكن والله يا اخي انت متهم زورا وبطلانا. انا ما داير اتهم زورا وبطلانا. انا حدي معاكم يوم 14/9. يبقى بعد ذاك المشكله حتكون فيكم انتوا ذاتكم في الميدان وفي المكتب وفي القياده. لانه الزول ده 14 يوم ما تتقدموا متر واحد ولا تستردوا مدينه، مقضينا عليه تفحيط بالطيارات. تفحطوا اليوم كله بالطياره دي، تفحطوا. قديتوا ثقب اللوزون ده ذاته، اللوزون ذاته قديتوا الثقب بتاعه، دخاخين في الفاضي زي لحد يوم 14 الزول ده احنا شغال لنا تخدير. هسي احنا خدرنا من يوم 1
جنيفا كان انتهت، بعد شويه دخلت لنا موضوع جديد. الموضوع الجديد اللي حيكون مساكه كده يمسكونا بيه، والوفود حقتنا طبعا الخارجيه الليله ردت على التقرير بتاع الامم المتحده، وانه احنا والله كلام كنا ما مقبول، والله حنبدا بعد ذاك والله يا اخي بلا ولا بلا، والله الدبلوماسيه السودانيه تقوم بعملها. ده كم يوم كده، انا دايرك تحسب بالساعه واليوم. في النهايه هم احنا سايقيننا وين؟ في النهايه احنا ماشيين وين؟ ده السؤال هنا، احنا الى اين نذهب الان؟ لما انا اجي اقول لك داير اخش مدني، تبدا الصباح تقول لي ما عندي ذخيره. داير اخش مدني تيجي تقول لي كده اصبر لي ماشي جنيف وجاي. داير اخش مدني تيجي تقول لي دقيقه ماشي الصين. طيب بهناك الدعامي بيعمل في شنو عشان يحافظ على مدني؟ ما مدني ما حقته، عشان يستولى على مدني دي حيستولى عليها بقوه السلاح ولا بقوه السياسه؟ حيستولى عليها بقوه السياسه. هل هو شغال الان ولا ما شغال؟ شغال، لانه طلع تقرير في اقل من 48 ساعه، وتقرير الامم المتحده قابلوا 150 مره سالوهم من شهاداتهم ادانوا القوات المسلحه. الامم المتحده عملت توصيات قالوا يجيبوا الفصل السابع، انزلوا بالفصل السابع عشان يعملوا شنو؟ يحرسوا الدعم السريع من منو؟ مني. ما هو ده الخريف، فرصتي انه انا ابل الدعامه. في زول كل يوم بيعطل فيني، في زول بيعطل في التقدم بتاعي. انا داير مبرر انه جيوشنا دي مستعده لها 8 شهور في ولايات الوسط، في المناقل جيشنا جاهز. ده جيش النيل الابيض، وده جيش اللي انسحب من جبل اولياء. جبل اولياء دي برا فيها 10 معسكرات. جبل اولياء دي كانت اول حته في الخرطوم فيها معسكرات بتاعت مستنفرين، خرجوا مستنفرين بالالاف. ديل كلهم انسحبوا هسه قاعدين في المناقل. اديني مبرر ديل معلوم ما مشوا مدني، لانه في زول قال لهم ما تمشوا. طيب لو مشينا يا صرفه ما حنموت، ما تموتوا. ما انت طالع تموت، الدفعه الاولى دي ماتت، الدفعه الثانيه ماتت، الدفعه الثالثه حتستلم مدني. الجيش في تاريخه وعمره كله ما كان بيتقاتل بالطريقه دي. الجيش في قطيع ولا في شنو يا اخوانا؟ انا الناس بيعملوا اللايف يقطع. انتوا يا اخوانا موضوع الكاميرا ده ما تركزوا فيه، ما بتفتح، ما انه ان شاء الله ما بتفتح. في قطيع واضح. قطع كم يعني مثلا؟ واضح. كويس. طيب انا اخذت التليفون كده عشان اشوف تعليقات الناس اذا فيه، لانه ما ممكن زي المره فاتت بتكلم ساعه ونص اتضح انه في النهايه ما سامعني، فهسه زحيت التليفون عين. كويس. الحاجه طالبينها الان من القوات المسلحه المساله بتاعت الحوامه دي. احنا حايمين في تخوم الجزيره، احنا حايمين في تخوم مدني، ده كلام فارغ. في زول بيطول في المعركه دي لمصلحه الميليشيا، بديها فرصه انها ما تحارب في الخريف، وانه الميزه حقتي اللي انا متفوق بها على الميليشيا هي الطيران، انه بيكون ما عنده معنى، لانه انا ما قادر اتقدم، انا بضرب طيران انا بضرب طيران انا بضرب طيران وفي النهايه ما بقدر اتقدم، يبقى ما في فايده. الميزه المتفوق بها على الدعامه الان هي في فصل الخريف هي الطيران، واسلحتي وقواتي كانت مخندقه في حاميات وما خاضت معارك، كانت في وضع الدفاع.
الآن أنا بقدر أهاجم بها الدعم السريع. الدعم السريع الآن ما عنده القدرة يجيب زول من برا إلا يجند جوا السودان، ما عنده القدرة يجيب زول من برا، فهو بيجند الآن في الغرى في المناطق اللي احتلاها. الفرصة عندي الآن إنه أنا أستلمها يا إخواننا. دارين الجيش بتاعنا ده كله إذا اضطر الأمر إنه تسقط ولاية، إنه تسقط مدينة، إنه إحنا نتلم بجيوشنا دي كلها نمشي حتة واحدة، نمشي نحررها بس، ما عندنا شغلة. دارين نمشي نستلم مدني دي. الناس يا برهان بيموتوا جوا مدني بالجوع، والله بالجوع. والبشاير انهم من مدني الضربات بتاعت الطيران الفاتت دي 90% من قوات الدعم السريع هلكت. الناس الحايمه في الخرطوم وحايمه في رفاعه بيشوفوا الدعامه بيجيبوهم بالدفارات جثث. في مستشفى رفاعه شالوا التلفونات من المواطنين، دخلوا لنا 4 دفارات منتهين. الفي مدني ذاتهم مرقوا. حس الليله قواتنا دي المفروض تخش مدني يا اخواننا. امشوا استلموا الكوبري ده، ما في زول يطلع منهم، براهن حيسلموا. امشوا استلموا الكوبري. الحتات اللي فيها مدافع شغلوا طياراتكم المسيره، ارجموا العمارات حقتهم اللي قاعدين فيها، دونوهم، وروني انكم انتوا ما بتستغروا معسكراتهم في الدندر، معسكراتهم في سنجة، معسكراتهم في السوكي، ما تخلوهم. فاحنا عشان نكسر الحاجز بتاع الزول الماسك الجيش من الانتصار وماسك قواتنا من التقدم، لازم نختار لنا حته كجيش الشارع، نتعاهد برانا جيش الشارع، نقفل اللاسلكي بتاعنا، نقفل تلفوناتنا، نركب تاتشراتنا، نمشي نسترد لنا مدينه. انا مؤمن انه الحاجه دي حتحصل، انا واثق انه الحاجه دي حتحصل، انا متأكد بإذن الله إنه في مجموعة ربنا راضي عنهم موفقهم، نشوفهم هم منو حيكونوا. طيب، في مبادرة دعم القوات المسلحة، أول حاجة نشكر باسمكم أخواننا بكري لندن وساهر وميادة قمر الدين. أول مجموعة منذ يعني انطلقت المبادرة تبرعوا ب10 مليار، وديل برضو مثبتين لنا ترس كويس جدا في تيك توك وفي منصات كتيرة. فتحية باسمكم لبكري، وتحية باسمكم لساهر، وتحية باسمكم لميادة وميناس واقفين سد منيع. وبداية المبادرة في الحساب المنزل غسان القداني، ديل أول يوم رسلوا لنا 10 مليار. تحية لندى القلعة وسار سخوي وسفيان، من أول يوم المبادرة في ساعة واحدة جمعوا 3 مليار. بنقول للقوات المسلحة الآن يعني ما أعرف، الناس مجتهدة، يعني ما تفتكروا إنه إحنا موضوع المبادرة ده ساكتين فيه. ونزل لنا الحسابات تانية، نزل الحسابات تانية سار أنا بشعيرة، ونزل الحساب تانية غسان عشان الناس تتفاعل مع الحاجة دي. احنا ما قاعدين نتفرج يعني، الناس شغالة ومجتهدة. وممكن اسمعكم العروض اللي بتجي قطعنا فيها شوط يعني موضوع الزي بتاع القوات المسلحة، الخوذة، البوت، الحاجة دي احنا مشينا فيها خطوات كبيرة جدا. وحسي هسمعكم، يعني ما مفروض اسمعكم الحاجة دي، لكن يلا هسمعكم. يا غيث اسمع يا معلم، العدة اللي بتهل خوصة بتجي براشة كده، والكاميرا بتجي براه، وده الجهاز دي الحديدة اللي بيركبوا فيها الكاميرا، عرفتها؟ يعني بس انا لقيتها براه لكن ركبتها انا ده اللي ايوه دي برضه. دي عينة من الحاجات اللي جوا الشباب ديل، ودي برضه عينة تانية.
شايفها يا معلم؟ ده الجهاز السنة كده طلعته هو ده عندها ده معاه قطعة تانية اهدي تقريبا عرفتها. دول 33 كويس. دول بيجي براين والخوصة بتجي برا بتجي كده من قدام بيقوم بركبوا فيها الهناي ده شكله بركبوا بعد ذاك. فالناس تطمئن، اخوانكم يعني مجتهدين والحمد لله قطعوا شوط، ودي العينات اللي لقوها وافضل يعني افضل معدات. يعني ما حنمشي عشان احنا والله معصورين ولا كده، لا لا، الجيش ده ان شاء الله حتجيه عدة متقدمة، والعينات الحمد لله ممكن تعتبر اجيزت خلال اليومين ديل. حيكون فيها الخوذة دي، سمعتوا هسي الشباب ديل بيتكلموا، الخوذة دي فيها لاسلكي وفيها كاميرا وفيها يعني الخوذة دي مضادة للأسلحة بتاعت الدعم السريع بتاعت القنص دي. يعني بالنسبة للسترات دي طبعا بتبدأ وزن السترة ذاته تقيل، يعني فيها اللي هي المعادن اللي بتصد الرصاص دي، ففي واحدات بيبدأ وزنها من 7 كيلو، بيبدأ وزنها 10 كيلو. جيشكم ده طبعا متمرد، يعني عارفين جيشكم، فبقول لك والله احنا غير التيشيرت ده والشبشب والكلاش ما دارين نشيل لنا حاجة. فاحنا والله يا اخواننا حنجيب لهم الوزنة 14 كيلو دي تاني الا يضربوك بدبابة باذن الله، ما بتجيك اي عوجة. والخوذة اللي فيها جهاز اتصال وفيها حماية بتاعت قناصة، ودي الوسيلة الشغال بها الدعم السريع اللي هي عملية انتشار القناصة. فاحنا باذن الله الحاجة دي حنواجهها، ودارين جيشنا بس يلتزم بالزي الجديد ده باذن الله. والحاجة دي ما بتنقص من شجاعة ولا قوة، ولا تاخذها موضوع شخصي انك خايف من الدعامة وانك انت خايف، لا لا لا. الحاجة دي انت تكون فاهم انه دي لانه بتحميك انت، واحنا دايرينك، احنا عاوزينكم اول حاجة مجهودكم الجبار اللي قمتوا به تحضروا الانتصار اللي صنعتوه بيدكم. ما عاوزين نفقد زول، ما عاوزين زول مصاب. فالحاجة دي الناس تنتبه لها، جيشنا ينتبه للحاجة دي، لأنه في كتير مخازن فيها مهمات عسكرية والله الجيش ده لا بلبسها ولا حاجة. وربنا يتقبل الشهيد عمر، يعني الشهيد عمر ده في المدرعات كان في جولة على الدفاعات المتقدمة ما لابس خوذة، وهو الناس بيفتكروها انه الحادي يعني انت خايف على نفسك، زي البرهان حسي بيجي حالا بدون واقي بتاع رصاص. وده حاجة مهمة. انا داير اتكلم عن القوات المسلحة في مسألة الشجاعة دي. المعدن بتاع الجيش حقنا ده هو المستهدف، يعني هيكلة القوات المسلحة مسألة هيكلتها دي دايرين يدخلوا ناس يخربوا الجيش ده. الجيش بتاعنا ده ما في زول قدر عليه. لما نشوف في 67 او تشوف في حرب ايلول او 73 الجيش حقنا ده شالوا معاهم قرقوش وبلح من السودان، اي حته مشوا بيشيلوا معاهم اكلهم. في شهاده بتاع الضابط بيتكلم عن انه القوات العربيه المجتمعه دي كلها جاهنا المندوب الكويتي، والكلام ده حقائق يعني، قام قال لهم يا اخي والله اخوانكم المصريين واخوانكم جيش الاردن واخوانكم بيشكوا من الاكل والتعيينات والمعلبات. القائد بتاع المجموعه السودانيه والكلام ده بيقولوها اجانب ما سودانيين، قال له يا اخي احنا ما عندنا مشكله اكل. قال لنا الناس اللي يتكلموا في المعلبات وفي التونه وفي اللحمه وكده ادونا ملاحظاتكم عشان نصلح لكم الاكل. قال له لا لا ما محتاجين. وهب تاكلوا شنو انتوا؟ قال لي جايبين اكلنا معانا ذاته، اكلكم ده احنا ما شفناه ذاته. لا لا احنا اكلنا معانا ذا امورنا طيبه. اتضح انهم شايلين لهم شوالات بتاعت قرقوش وشوالات بتاعت بلح. زول بالعزيمه دي الجياش السوداني بخالف التعليمات. لما انا اتكلمت عن سقوط بغداد لحد الليله ما في زول عارف سر سقوط بغداد. الجيش العراقي انسحب، جو طبقوها بكل يسر وسهوله في الخرطوم. انسحاب الجيش السوداني ما انسحب لكن ما قاعد،
هسي داخلين سنتين العراق ما صمدوا 45 دقيقة. 45 دقيقة ليلة سقوط بغداد اللي هي معركة المطار. تاني يوم صبح وما في زول لابس كاكي في العراق. قوات صدام الخاصة، الحرس الجمهوري، الأسماء العجيبة دي كلها ما في زول لابس كاكي في العراق. الجيش السوداني طبيعة المقاتل السوداني ما بيقبل حاجة تمس كرامته. بتسمعوا عن قصص وبطولات حتى في عاصفة الحزم. ده الزول الدارين يكسروه. الجيش السوداني لو كان بيحارب في إسرائيل في سيناء ما كانت إسرائيل دخلتها، لأنه الجيش كان كله خالف تعليمات. الجيش كله كان خالف تعليمات. لما نجي نتكلم عن انه الليله قواتنا دي بتقاتل شايلين بصل وتوم، الحاجه دي ما مستغربه عندهم. هم ما بحاربوه عشان كيف ياكل بصل وتوم ويتصدى ل 17 دوله. الزول ده ما طبيعي. هو بيحاربوا فيك وبيحاصروا فيك بيحظروا منك السلاح وبيخطوا لك قاده خونه وطوابير وبيبيعوك بالانسحاب وغيره، لانه انت بتاكل بصل وتوم واسبوعين بتشرب نشا وبتحرر اللذاعه، لانه انت بتقدر تمشي بكرعينك من الفاشر لحد الضعين. انت بالنسبه لهم عنصر مختلف، دارين يفرتقوك. دارين يفرتقوك. اللي بتسمعوا عن القصص بتاعت جيشنا في الكويت لما القائد الزيبق قال للقوة ظرف أرضا، القوة بتاعتنا في الكويت طالعة دربت القوات الكويتية وعملت لهم الكلية الحربية، وكانت في مسألة ترسيم حدود وحماية يعني الخلافات البادية من زمن رئيس العراق بكري ده. جو مسافرين، الصورة دي مشهورة وانتوا شفتوها. الناس واقفة ادوهن حافز، اي زول ادوه ظرف في يده. القائد بتاعهم ساكت ساي لحد ما وصلوا الطيارة ودعوا الناس. الناس دي وقفت طابور انتباه، ماشيين سير على الطيارة. سلم الطيارة خلاص فارق الكويتيين، قال لهم اي جيش ظرف ارضا، اي زول شاري ظرفه خدتها في الواطة. الناس الليلة بيحاربوا مرتزقة، الناس الليلة بيدفعوا لهم قروش. احنا طبيعة القوات المسلحة دي، فانا ما بستغرب انه ما يلبس خوذة. انا ما بستغرب انه يكون في الدفاعات القدام والامامية وهو 3 يوم ما ماكل. انا ما بستغرب انه ما يلبس بوت. انا ما بستغرب انه راكبين التاشر قدامكم ما عندهم حاجة. انا ما بستغرب الحاجة دي. انا ما بستغرب انه قادتنا كبار القادة الليلة احنا في المدرعات فاقدين عميد في جهاز الامن والمخابرات، احنا في سلاح الذخيرة فاقدين عميد، فاقدين مقدم وعقيد في سلاح المدرعات. الموضوع ده كان واقي وطاقية خوذة بس. الدعم السريع عنده قناصة في جبرة، الدعم السريع عنده قناصة في حي الدوحة، بنموت بالقناصة ما بنلبسها لأنه المسألة دي فيها إقلال. طبيعة المقاتل السوداني بيفتكر إنه فيها إقلال وخوف من الموت وإظهار خوف، وهي ما يظهر خوف. احنا دارينك تتحمي بدروعك عشان احنا ما دارين نفقدك انك انت تقاتل في الظروف دي. احنا انت كده بالنسبة لنا كملت الشجاعة والرجالة. تقاتل في الظروف دي بالاوضاع الحاصلة دي وتقف في الميدان وما تمرق من القيادة تخليها تسقط، ما تمرق من كرري تخليها تسقط، ما تمرق من بابنوسة تخليها تسقط. احنا تاني ما عندنا مع الكلام. والشجاعة دي تاني ذاتها معايير شنو؟ زول محاصر 2 لا سلاح لا اكل لا شراب لا حتى شايف اولاده. هي تاني الرجال والمعايير بتاعتها شنو؟ ما غيرتوها انتوا. الحاجة الثانية أنا قاعد أفكر كده، قلت الأكل بتاع القوات المسلحة الدعامة دي طبعا ما بيسمعوا كلامي، وأنا كمان يا إخواننا يعني صرفة يعني في الأرجاء يعني، فغايته بس يستفيدوا منه الدعامة. المهم الكوكب كله يستفيد. دارين نعمل بسكويت للجيش، لا هو قرقوش ولا هو معمول ولا هو خبيز، نراعي فيه حاجات كتيرة. أول حاجة ما يكون فيه سمين عشان ما يعمل مشاكل في البطن. العجوة كويسة ومهمة ندخل فيه العجوة، يكون جاف ما رطب عشان ما يبوظ، وطبعا ذاته ما بياخذ زمن عشان يبوظ بيتأكل. 3 قطع منه تكفي الجندي وجبة كاملة، ده في حالة المتقدمين. أنا حبدأ بيوم درمان. اخواتنا اصحاب المشاريع، وحبدأ بناسنا برضو في عطبرة سحر بتشتغل شغل كويس.
اي زول عنده الكفاءة راجل مرسي فرن اي حاجة. العينة دي تتعمل، زول يعمل لنا عينة كويسة تكون فيها يعني تعمل فيها كمون سمسم. انا ما عارف، انا بتاع تغذية، وين زول بتاع تغذية يعمل لنا المواصفات دي، انه يكون في نفسه البسكويت ده وجبة، ويكون فيه مثلا حاجات تقوي الزول، لا قدر الله لاي ظروف الزول ما لقى له وجبة، محاصر في الدفاعات، 3 قطع تمسكك الوجبة كاملة، تمسكك يوم كامل، ممكن كمان قطعتين. يكون فيه الزبيب كويس برضه، لكن الزبيب برضه بيعمل مشاكل في البطن. ما عارف تعملوها كيف. قرقوش حاف ساي، هسه انا برضه بعمل المبادرة دي، بخش معاكم ب10. اي زول عنده قرقوش بيعملوه في شنو البلاستيك ده، جردل، ما شوال البلاستيك. احنا بنحترم الجيش، ما بنودي له حاجه قرور. تمشي جرادل مهذبه شكلها لطيف، ورونا الجردل بكم. لو في مدرمان تواصلوا مع دراكولا يجي يضوغ، لقى الحاجه اجازه دراكولا. هو طبعا ذوقه كويس يعني دراكولا، فيجي يضوغ الحاجه دي. الكميه اللي عندك بنشتري. هسه انا باخد لكم 10 مليار. جيشنا ده يصحى الصباح يشربوا الشاي ده بالبسكويت، وبعدين يمشوا يفجوا الدعامه. اصلا انا بقصر معاكم والله العظيم. والحاجه دي ما لها جيش ام درمان ولا متحركاتنا في كرري، لا، احنا حنشتري من ام درمان ونوزع لكل السودان ان شاء الله، اي حته يصل ان شاء الله. بدايه كده في المبادره دي انا اخذت 10 مليار. اي زوله بتشتغل خبيز طوالي عملوا لنا البسكويت ده، ونعمل لكم مسابقه كمان. انا كنت اعمل فيها عطاء وما عطاء نشوف. لا لا لا، اي زول بيعمل يعمل. بعد ذاك انت وتحط لي الستيكر بتاعك، عشان لو شغلك نظيف الجيش يتبسط منك، شغلك كعب الجيش يشيل حالك. انا ما بتدخل في الشغله دي. اي زول عنده الكفاءه دي طوالي ابدو، اتواصلوا مع دراكولا ولا وحيد قاعدين في ام درمان، جهزوا الحاجه دي طوالي، ما عندنا مشكله. اسمه بسكويت صرفة، زي بسكويت كابتن ماجد. وريها هيثم، وري. فبرضه دي حاجة يعني نحرك الناس اللي يخشوا معانا، يعني رجال أعمال فاعلين خير، كل زول بس اشتري واضرب لي دراكولا، اقول له والله يا اخي انا اشتريت لي 5 جرادل، والله انا اشتريت 10 جرادل. اشتروا من مصر، رسلوا اشتروا. المهم انا كنت بقرا عن البسكويت بتاع القرقوش ده في مصر، اسمه البقسماط، بتاكلوه الطويله ناشفه دي، انا ما عارف يعملوا لي ايه اصلا ذاته. حق المصريين ما زي حقنا القرقوش، حقنا احنا لانه يعني ما مصمت كده. فلقيت انه في الحروب يعني انتصارات في من ال 505 هجريه بدايه المعارك، والناس اللي بيمشوا حتات بارده وبيمشوا كده. فالموضوع ده بتاع القروش ده طبعا ما عمره 20 سنه ولا عملوا الكيزان في زاد المجاهد، لا، الموضوع ده قديم، ده اكل الجيش اصلا. القروش ده اكل الجيش والله العظيم، ما بيبوظ، ما بيخمر، ما عارف، ما بيسوس، فبيقعد. فاحنا دايرين نعمل فيه اضافه. حاضر، تعملوا لنا فيه كمون بيظبط البطن، تعملوا لنا فيه سمسم، تعملوا لنا فيه بلح، تكسروا لنا فيه بلح، ما تعملوا لنا فيه سمن عشان ما يعمل لنا مشاكل يعني كده. يكون بيدوب بسهوله، ما يدوب شديد يعني. في شاي احمر يمشي، في مويه يمشي. حاضر، يكون طاعم، فيه سكر. فهمت؟ تصحى الصباح تضرب لك 3 كده، انت تاني لحد تاني يوم تكون شنو امورك مظبطه. واذا مشيت دفاعات قدام تشيل معاك كيسك. و يعني الناس تخترع حاجات زي دي يعني، ساعدونا يعني بالافكار يعني. فشوف يا دراكولا، الناس اللي تواصلت معاك لحد 10 كده انا معاك يا صاحبي، ولا شنو؟ والله خلاص امشي نوم يا اخي، تعبت ذاتي.